السلام عليكم شبابنا. طبعا اعذرونا صار فترة قاطع عنكم بسبب أشغال عندي، يعني صار شهر تقريبا بالبصرة أشتغل. اليوم قاعد لكم بثغرة. طبعا أول شي أحب أنوه إنه هاي الشغلة أغراض تعليمية. فيا إخوانا نكمل. اليوم عندنا ثغرة لكم ممكن يعني يعني هي بسيطة جدا، ولكن خطورتها جدا عالية. هاي الثغرة تسمح لنا حتى بتعديل يعني معلومات الحساب كاملة، حتى لو كان الأدمن نفسيته. خلنا أشرح لكم إياها خطوة خطوة مع التطبيق. طبعا أول شي نفيدكم من طبعا شباب، أنتم هواي شايفين احتمال اللي يدخلون على الانسبكت مثلا يفحصون نتورك وياها، شايفين PHP سيشن ID. هي هاي الثغرة راح نستغلها. شلون؟ هسه راح أوضح لك. طبعا لها اسم ثاني اللي هي سيشن ID أو سيشن فيكسيشن، معروفة بهالأسماء. سيشن فيكسيشن، PHP سيشن ID أو سيشن ID. زين أحمد، شنو هذا السيشن ID؟ السيشن ID شوف، المتصفح العفو، السيرفر يعطيك ID خاص بيك ما يشابه أي آخر. إذا كنت كزائر يعطيك سيشن ID يعرفك أنت زائر، إذا كنت مستخدم يعطيك سيشن ID يتغير حسب برمجة المطور، ممكن خلال دقيقة، ممكن دقيقتين، ممكن 3، ممكن 4، حسب. تمام. زين أحمد، إذا هذا يتغير شلون راح نستغله؟ طبعا برمجة الموقع بسيط. حتى أشرح الثغرة، عندك هنا بوابة الصهارة المنسية، إن شاء الله راح أفهم كذلك التحديات. تلميح، يقول لك المفتاح الذي لا تملكه قد يكون هو نفسه الذي تقدمه الآخرين في صحراء الزمن. شوف، والجلسات تتبع من يحدد مسارها أولا. طبعا الابليكيشن، انسبكت ابليكيشن، الكوكيز، ركز هنا راح نستغل. عندك البي اتش بي سيشن اي دي يعطيك فور قيمة متغيرة لكل مستخدم، ما ممكن تشابه. ليش؟ حتى الموقع السيرفر يميزك انت شنو. تمام. طيب احمد، اذا يتغير شلون راح نستغله؟ شوف خل اوضح لك. هسه الخطر اللي راح يصير خلينا نستغله. يعني فلسجل الدخول جيست، استخدم عادي زائر، ما احول بك جيست. طبعا انسبكت واخرتي، طبعا انسبكت اخوان، ابليكيشن، ركز هنا. شوف هاي القيمة مالتي، ريلود، ظلت ثابتة. وهنا الخطأ، المطور من برمج الموقع مالته نسي يا اما يضيف دالة ريجنريشن سيشن اي دي، يا اما عفى فولس ما سواها. فهسه ما راح اثبت القيمة مالتي احمد ام، ما تتغير، اللي احمد مسي باختصار ما تغير. طردني صحيح، ارجع اسوي جيست تسجيل الدخول. تمام، نفس القيمة مالتي بقت، تحديث ما تغير شيء. وهنا اللي راح نستغلها. شلون راح يتم استغلال هاي الثغرة؟ نسوي رابط بحيث المستخدم الادمن مثلا، طبعا الاستغلال راح يكون عن طريق الدعم الفني. هنا سويته حتى الادمن يضغط عليه مباشرة. شوف، نهاية الرابط خلي استفهام ونقول له سيشن اي دي العفو، بي اتش بي سيشن اي دي يساوي شنو؟ احمد ام. تمام، يعني الشخص اللي راح يضغط على الرابط السيشن اي دي مالته شو راح يصير؟ احمد ام يساوي احمد ام. تمام، احمد محسن. فطبعا ساعة الدعم الفني راح ارسل الرابط علما للدعم الفني على مود مباشرة يضغط عليه يتم التحقق من الثغرة. شوف، إذا واجهت مشكلة ارسل الرابط إلى فريق الدعم وسيقوم بالتحقق منه. أنت وديت من للمسؤولين عن المراقبة أو ممكن للأدمن نفسيته، تم إرسال الرابط منجح، سيقوم المدير بمراجعته قريبا. يعني الأدمن راح يطب عليه العودة لصفحة الدخول مباشرة. شنو حولني من جيست إلى حساب أدمن. ليش؟ لأن قيمة الفول مالتي، الفول البي اتش بي سيشن اي دي صارت نفس مال المدير، مساويات، لذلك اعطاني وصول طبيعي للثغرة من دون أي مشاكل. طبعا أحب أنوه من جديد هاي الثغرة لأغراض تعليمية. فنكمل إخوان. زين، شلون نحمي نفسنا من هاي الثغرة؟ طبعا هنا عاد يجون العظمة، استغفر الله، العظمة لله عز وجل، فخليها اسمي جو ذا كينج. المهم، لازم تخلي الادمن، او طبعا خلي اغير لك اياه حتى اوريك اذا تغير ايش راح يصير. شوف، طردني وبيدي، ليس لديك صلاحية الوصول. ليش؟ لان يختلف عن الادمن. الادمن ثبت قيمته شنو؟ احمد ام.
فالسيرفر مالته، فاقدر اغير معلوماته، اقدر اسوي بالموقع اي شيء، اقدر سواء كمستخدم او هاي بكيفي حسب التوجه، يعني توجه الثغرة هاي. زين احمد، سولف لنا شنو اضرارها؟ سولفت عن اضرارها تو لكم، يعني كتعديل معلومات، نشر، تلاعب بالبيج مالته الى اخره. يعني هاي شباب يعني سبب الثغرة انه قلنا لكم ريجنريشن يوقفه، ما يمنع التغيير بالكوكيز، وهاي كلها اخطاء تؤدي الى الثغرة. وشكرا لكم للمشاهدة، واذا عندكم شرح بلغوني بيه.